خبر مفرح لكل جمهور النادي الأهلي وللكابتن محمود كهربا بالأخص. والكابتن علي معلول ينضم لأحد أساطير النادي الأهلي ويصبح اللاعب الوحيد في تاريخ النادي الأهلي الأكثر صناعة للأهداف، وهو باك شمال في النادي الأهلي. والأهلي بالقوة الضاربة أمام سموحة بعد رجوع محمد عبد المنعم من الإيقاف، وعبد الشافي صادق اللي هو غير صادق طالع بيهرتل بأي كلام. اللي قالوا له لما قالوا له يقول ايه قال من غير ما يشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. تكرم علينا باشتراك في القناة. لو حضرتك اول مرة تشوفنا او مش مشترك في القناة اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من اخبار النادي الاهلي ان شاء الله، واللايك على الفيديو لو الفيديو عجب حضرتك. خبر مفرح لكل جماهير النادي الاهلي والاهلاويه بالاخص بعد النهارده واليوم بس محمود عبد المنعم كهربا يقدر يحط فلوس الغرامه في حساب نادي الزمالك المحجوز عليه لصالح ممدوح عباس بعد ما رفضت محكمة الأمور المستعجلة ومحكمة النقض المتقدم من مرتضى منصور ضد ممدوح عباس على حجز أموال نادي الزمالك ضد مرتضى منصور في بنك مصر. النهارده بس محمود كهربا يقدر يحط فلوسه في حساب نادي الزمالك المحجوز عليه لصالح ممدوح عباس، اللي هيستفاد بيها ممدوح عباس اللي مرتضى منصور ما قدرش يعمل حاجه والنقد اترفض، وفي الاخر الالتماس المقدم من مرتضى منصور اترفض. كده محمود عبد المنعم كهربا يقدر يشارك ابتداء من يناير مع النادي الاهلي ان شاء الله. والكابتن علي معلول يصبح اسطوره من اساطير النادي الاهلي بعد تسجيله لرقم خرافي كبير جدا جدا، وهو اللاعب الوحيد او اللاعب الاكثر صناعة للاهداف في تاريخ النادي الاهلي بعد الاسيست اللي عمله امبارح لاحمد عبد القادر في مباراة الاهلي وفاركو اللي الاهلي فاز فيها 2-1. وان شاء الله باذن الله نتمنى المزيد للاسطورة الجديد، اسطورة النادي الاهلي الجديد المحترف الخلوق ابن تونس علي معلول. ان شاء الله باذن الله في تقدم وازدياد للنادي الاهلي. يا جدعان معانا حكايه غريبه جدا وما سمعناهاش قبل كده، واحد طالع بيضحك على جمهوره او بعض جمهور النادي الزمالك اللي بتصدق الكلام ده لو في عقل اساسا الناس دي معرفش، والله ما اعرف. سيبك مش هنقول بتاكل ايه، ولكن بتفكر ازاي، علشان في ناس بتتقبل او بتسمع الكلام اللي انت بتقوله، بتشوفك وبتسمعه، هتتقبله ازاي؟ بأنهي مخ طالع بيقول لك المفروض حكم مباراة الاهلي وفاركو امبارح يتقدم للمحاكمة او يتقدم للتحقيق؟ ليه يا سيادة عبد الشافي الغير صادق اللي انت اساسا مش صادق في كلامك اصلا؟ طالع بيقول لك ان الحكم كان واخد الكابتن سيد عبد الحفيظ تحت باطه. ليه؟ هو صاحبه؟ طب واحد مثلا الكابتن سيد راح بيعترض على كوره في المباراه او اثناء الشوط الاول، عادي الحكم بيقول له مثلا ما فيهاش حاجه يا كابتن، اهدى يا كابتن علشان الامور ما كده، يعني حاجات داخل المباراه. الغريب والاغرب ان هو بيقول لك النادي الاهلي كان متعادل، والله بجد الكلام ده حصل، كان متعادل، كان مغلوب لحد الدقيقه 97 لولا ضربه الجزاء اللي تعادل بيها. وما يعرفش النادي الاهلي اصلا اللي قال له الكلام ده يقوله، ما عرفش اساسا يسيطر على دماغه او يقول له ان النادي الاهلي فاز في المباراه 2-1، والهدف اللي جه في الدقيقه 97 من رأسيه محمد شريف ملعوبه من حسين الشحات لبرونو سافيو ومن برونو سافيو لمحمد شريف. محدش قال لك يا عبد الشافي افندي ان الكوره ضربه جزاء، لكن طالع هو بيقول لجمهور النادي الزمالك ايه بقى؟ الكوره اتحسبت ضربه جزاء، وضربه جزاء بعد الوقت ما خلص، وكوره المفروض يتقدم. طب ده ايه رايك بقى ان هدف النادي الاهلي مين اللي اتظلم بقى؟ النادي الاهلي بعد
جهاد جريشة نفسه اللي بيكره النادي الاهلي وبيطلع يتكلم عن النادي الاهلي اساسا في كل حاجه ضد النادي الاهلي. يعني اقول لك على حاجه، هدف النادي الاهلي امبارح اللي اتلغى ده لو اتحسب جهاد جريشة كان طلع قال لك لا ده اوفسايد، لكن لما اتلغى طلع قال لك لا ده سليم. لازم ينتقد نفسه. جهاد جريشة ما بينتقدش الحكام او بينتقد النادي الاهلي، ده بينتقد نفسه اصلا. والله بجد. طالع هو عبد الشافي بيقول لك ايه بقى؟ ان ضربه الجزاء غير صحيحه اللي اتحسبت للاهلي اللي جاب منها الهدف، هدف التعادل كمان، مش ما يعرفش ان هو هدف الفوز، لكن هو السكريب الموزع او اللي اتقال له قول كذا قاله من غير ما يعرف ولا شاف ولا اتفرج على الماتش ولا يعرف حاجه عن المباراه. لان لو شاف وخالد الغندور طلع يقول له لا صحيح بجد انا ما شفتش انا ما اعرفش بجد هو حكم المباراه حسب ضربه جزاء للنادي الاهلي. ايه العبط اللي احنا فيه ده؟ ايه الجهل اللي احنا فيه ده اللي وصلنا له ده؟ بجد احنا قلنا هنا في مخ وفي عقل بنفكر بيه وفي عينين بنشوف بيها وبنسمع بودنا. ما ينفعش كده، ما تطلعوش تضحكوا على الناس وعلى الجمهور. طالع بيقول لك ان هدف الاهلي من ضربه جزاء غير صحيحه، وهو هدف الاهلي اساسا جابه محمد شريف براسه. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد، لا حول ولا قوه الا بالله. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.